الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هذه أمريكا التي يعرفها العالم. أما أمريكا التي يقصدها صاحب الشعار فهذا. هذا البيت الذي قلنا سيتم تفجيره الآن، وهو بيت علي صقير جماعة عثمان. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. روسيا لا تستحق أن تدخل في هذا الشعار، ولا الدنمارك التي سبت رسول الله. إسرائيل لا تستحق اللعن، لأن اللعن لن ينفع في شيء. إسرائيل تستحق القتال، لأنها فعلت بغزة هكذا، وصاحب الشعار فعل بدماج هكذا. إذن الحقيقة تابع معي. اخواننا بيقول الله اكبر، قال الموت لامريكا من هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام، هذا كلام. ما حد مات ولا، الحمد لله مالك، امريكا موجوده واسرائيل موجوده وكل الناس موجوده. نحن لا نعادي احدا، ولسنا مؤهلين لان نحارب امريكا ولا ان نحارب اسرائيل ولا ان نحارب احد. ونتمنى من امريكا الولايات المتحده الامريكيه أن تبقي على يعني عملها في إطار مكافحة الإرهاب الذي نالها والإرهابيين. يا سيدي يحيى، المشكلة أن الخريطة التي عندكم هذه، والخريطة التي يعرفها العالم أجمع هذه. سيدي، نحن أصحاب عقيدة واضحة وضوح الشمس. العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح: كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء، لا في الدنيا ولا الآخرة. وهذا رأي المتأخرين والمتقدمين. والسيد الخميني رضي الله عنه قال: نحن نسعى إلى وحدة سياسية وليس دينية، لأنه لا يستطيع على جلالة قدره أن يخالف ما قاله أهل البيت. ونحن نقول صراحة، نحن شيعة أهل البيت لدينا طموح عظيم ليس له حدود. نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق. بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق، وهناك مواقع جديدة نسعى إليها. أنا أقول لك بصراحة، الخليج هو الثاني، واليمن الحوثيين إخواننا سوف يكون الطوق الذي يسعى إلى امتدادنا على كل المنطقة. النصر للإسلام. الإسلام هو التوحيد الذي يعظمه المسلمون أجمع، إلا أصحاب الشعار. شاهد ماذا يقولون. المشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وبالتالي طلع القرآن عمى، ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عمى. نجد الظالمين يستفيدون من القرآن في ظلمهم للناس، نجد المجرمين يستفيدون من القرآن في إجرامهم، نجد المفسدين يستفيدوا من القرآن في فسادهم. بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان. إذا التقى هذا مع هذا ألغي هذا. تحياتي.